مصر أقدم حضارة ودولة في التاريخ. من وقت تأسيس الدولة المصرية ارتبطت مناطق العمل والتجارة بمقر الحكم وإدارة الدولة داخل العاصمة المصرية، ومع كل انتقال للعاصمة أو لمقر الحكم بينتقل مركز الأعمال. ومع التطور والنمو الاقتصادي والسكاني الانتقال ده بقى بيحصل كل 200 سنة تقريبا. مقر الحكم لغاية وقت قريب كان وسط البلد، القاهرة الخديوية. كل الوزارات ومجلس الشعب كانت موجودة هناك، وبالتالي أغلب الشركات والخدمات والفنادق موجودة في وسط البلد. مصر على موعد دلوقتي مع مرحلة تاريخية بينتقل فيها مقر إدارة الدولة للعاصمة الجديدة. الوزارات والهيئات الحكومية نقلت وشغالة بالفعل، وزي ما تاريخ مصر علمنا لازم مناطق المال والأعمال تبقى جنب مقر إدارة الدولة المصرية. ولأننا في شركة عربية مذاكرين التاريخ وشايفين المستقبل، بنقدم مشروعنا الجديد كور، مجمع الأبراج الأكبر في العاصمة والوحيد في منطقة المال والأعمال. موقع متميز وفريد مش هيتكرر تاني إلا كمان 200 سنة. دقيقة واحدة من البنك المركزي والبورصة المصرية و3 دقايق من كل الوزارات. 7 أبراج بارتفاع 20 دور بمساحة بنائية حوالي 300 ألف متر مسطح برؤية بانورامية لأهم معالم العاصمة. 4 أبراج إدارية بمساحة 150 ألف متر مسطح وبمساحات متنوعة وخدمات متكاملة. برجين سيرفيس أبارتمنت بتصميمات ذكية ورؤية بانورامية وخدمات على مدار الساعة. ده غير فندق عالمي وشقق فندقية في البرج السابع، بالإضافة لمركز تجاري متكامل في الدور الأرضي والأول يطل على منطقة اللاندسكيب المركزية. كل ده هيخلي كور المشروع الأهم في حي المال والأعمال. كور Kingdom of Rares.